السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من تاني بعد غياب طويل، بعد شهرين ونص ولا 3 شهور. معلش ما كانش فيه وقت ان انا انزل محتوى، كان فيه ظروف خاصة يعني، بس الحمد لله يعني كله تمام دلوقتي. فرجعنا تاني عشان نعمل لكم محتويات مهمة تفيد الناس، وعشان برضو ان شاء الله نرد على استفساراتكم وننزل اي محتوى انتوا عايزينه ان شاء الله. فانا معاكم ان شاء الله في الفترة الجاية باذن الله. النهارده هتكلم عن حاجة مهمة جدا بالنسبة لكروت البنك، وبالنسبة ان انت تعمل حساب في البنك هنا. لما تيجي هنا، انا كنت قلت ان افضل مكان واسهل مكان تعمل فيه حساب في البنك من غير ورق. طبعا انا بتكلم كل الكلام على ان احنا كاسرينه من غير ورق هنا. فانا كنت اتكلمت على البريد الاسباني اللي هو اسمه كوريوس. فانا دلوقتي جاي اعدل الكلام ده واقول على حل افضل. ليه بقى؟ لان انا كان ليا تجربة مش كويسة مع بنك كوريوس، مع البريد الاسباني. انا عملت كارت قبل كده. طبعا الكارت ده بيعمله لك بالباسبور بتاعك وشهاده السكن، والكارت ده ما بيبقاش مكتوب عليه اسم حضرتك، يعني اصلا مش كارت بنك، ده كارت وهمي ان هو بس بتحط فلوس عليه وتسحب منه فلوس وتشتري منه من السوبر ماركت وطبعا ما فيش اي امان ولا في اي خصوصيه. ليه بقى؟ لان الكارت ده مكتوب يعني كارت وهمي، عامل زي شركات وهميه كده، عليه رقم وخلاص ومده انتهاء وخلاص. فده مش كويس. فانا اتنصب عليه على النت، واحد هكر على الكارت بتاعي ده واتاخد منه فلوس، ورحت للبوليس هنا ما عرفوش يسترجعوا لي اي حاجه. ليه بقى؟ لان الكارت ده اصلا يعتبر كارت وهمي، يعني مش كارت بنك حقيقي. في بنك جديد بقى ده بيعمل كروت للناس، بيعمل حساب بنك للناس، وحساب بنك مضمون زيه زي اي البنوك في العالم وفي مصر واي بنك في العالم، اسمه سانتاندر. ده لو حضرتك اقل من 30 سنة ده ليه حالتين اتنين. في حالتين اتنين تعمل فيهم الحساب البنك ده. لو حضرتك اقل من 30 سنة بتعمل حساب مجانا بالباسبور وبشهادة السكن وباخر فاتورة غاز او كهرباء او مية. ده بتعمل بتعمل حساب البنك ده بتعمله ببلاش، ما بتدفعش اي حاجة ولا بتدفع خدمات. زائد ان كمان ليه ماكينات ATM في الشارع، بتسحب وتودع وتعمل كل اللي حضرتك عايز تعمله من الشارع. اما كوريوس ملوش اي اصلا ATM. يعني كوريوس ده يا جدعان لو انتوا عايزين تسحبوا منه فلوس، بتروح مكتب البريد عشان تسحب فلوس او تحط فلوس. زائد ان بتدفع كوميشن، بتدفع ضرايب. فده العيب فيه، يعني اي حاجه اي معاملات بتعملها بيدفعك كوميشن عليها. اما بنك سانتاندر ده لو حضرتك اقل من 30 سنه ما بتدفعش اي حاجه، لا بتدفع فلوس عشان تفتح حساب، ولا بتدفع فلوس للايداع ولا للسحب، ما بتدفعش اي حاجه. في حاله بقى حضرتك لو اكتر من 30 سنه بتدفع 10 يورو فقط عشان تفتح حساب. 10 يورو بتدفعهم شهريا خدمات على الحساب، 10 يورو فقط. اما برضو نفس الميزات، اللي هو اقل من 30 سنة بتسحب وتودع من الشارع ببلاش، ما بتدفعش اي حاجة. اما بتدفع لازم تدفع لو حضرتك اكتر من 30 سنة بتدفع خدمات 10 يورو في الشهر. ليه بقى؟ لان اكتر من 30 سنة المفروض هنا في القانون ان ده عنده شغل وشغال فلازم يدفع ضرائب على الفتح الحساب ده. اما اقل من 30 سنة ده بيقولوا عليه هوفن، يعني لسه صغير، فعشان كده ما بيدفعش اي حاجة. ده بالنسبة للحساب ده، فده افضل وامان، وبيبقى مكتوب على الكارت كمان اسم حضرتك زيه زي اي بنك تاني. اما كارت كوريوس ده فمش مضمون خالص. زائد انا لما اتنصب عليه ما عرفتش استرجع فلوسي. فخدوا بالكم يا جدعان عشان الموضوع ده مهم جدا. وزيه زي في كمان شركة اسمها وايز، وفي N26، وفي نيكل، في حاجات كتير هنا اسمها بنوك وهمية، شركات وهمية بتعمل الكارت ده اونلاين كمان، بس ما فيش اي امان عليه. يعني لو اتنصب عليك ولا اتاخد منه فلوس مش هتعرف تعمل اي حاجه. اما سانتاندر ده يعتبر بنك حقيقي يا جدعان، حقيقي بنك حقيقي، وانا جربته واتعاملت معاه. فدي تجربه انا خدتها هنا، فانا حبيت انقلها للناس، وحبيت برضو اعدل كلامي عن موضوع كوريوس ده. فيستحسن ما تتعاملوش معاه، لان انا جربت تجربه مش كويسه معاه. وده يعتبر مش بنك، ده كارت وهمي كده، بنك وهمي او شركه، فماليش اي خصوصيه ولا ليه اي امان. هو ده موضوع النهارده اللي كنت بتكلم عليه. فيا رب اكون افدت الناس، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناه. واللي عنده اي استفسار يكتبه لي تحت في الكومنتات، وانا هرد عليكم ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.